دنتال جي بي اس الفكرة الأساسية بتاعته إن إحنا كنا عايزين نجيب ناس مختلفين قدروا يعملوا حاجة جديدة في مجال طب الأسنان. حاجة مثلا حد قرر إن هو يعمل شركة للماتيريال أو للأدوات، أو حد قرر إن هو يفتح جمعية، حد قرر إنه يعمل بيزنس زي مثلا يدي كورسز، أو زي السيناريو بتاع حضرتك يا دكتور ان هو يشتغل يتجه للعمل النقابي او يشتغل في مجال البيزنس ديفلوبمنت والكارير كونسلتنسي والحاجات دي. فحابين كده حضرتك تعرفنا من نفسك، تقول لنا الموضوع بدأ ازاي، قصة كده من البداية. أنهي موضوع فيهم؟ طبعا انت بدأت كدكتور سنان، فممكن نبدأ الموضوع من اول ما دخلت كلية طب الأسنان. لا أنا بدأت دكتور أسنان وبدأت فتحت شركة في نفس الوقت. يعني أنا أول ما اتخرجت وأنا في امتياز، كان أيامنا بناخد تصريح من وزارة المهنة وإحنا في امتياز، يعني قبل ما نخلص الامتياز. فأنا فتحت عيادة وفتحت شركة مع بعض، يعني في نفس الوقت بديت الاثنين مع بعض. كانت إيه المجال بتاع الشركة؟ مستلزمات أسنان يعني. تمام. ففتحت بدأت في الاثنين مع بعض. حلو. طيب اشتغلت فترة كدنتست كلينيشن يعني؟ طبعا بقول لك فتحت عيادة لما اتخرجت يعني. على الفترة دي قعدت قد ايه؟ لا يعني قعدت سنين وكانت متقطعة بقى. يعني بعد كده فترة اشتغلت مش في العيادة عندي بس، يعني كنت بعمل بالذات الشغل الاندو يعني كنت بعمله لغاية يمكن 2000 يعني 2011 2012 كان جالي تنس قلب، او بعد كده دخلت في عملية فيه وكده، فوقفت الشغل بإيدي. وبعدين برضو شاركت مع حد وفتحنا مراكز أشعة. تمام، حلو قوي. مأشعة أسنان يعني. تمام. هل حاجة من البيزنس دي لسه مكمل لحد دلوقتي؟ مراكز الأشعة. مراكز الأشعة لسه مكمل. تمام. امتى بقى بدأ موضوع النقابة، أو إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك إن أنت تتجه أصلا للعمل النقابي أو كده؟ هو يعني العمل العام ده أنا ابتديته من وأنا في الجامعة. يعني أنا كنت في اتحاد طلاب وكنت رئيس اتحاد طلاب، فده العمل العام نفسه. وبعدين اترشحت للنقابه بعد الكليه على طول في النقابه الفرعيه في اسكندريه، وبعدين اتنازلت قبل الانتخابات علشان كنت داخل الجيش ومش عارف الجيش بتاعي يبقى فين، وانا بحب لما اعمل حاجه التزم بيها يعني. فما كنتش عارف يعني ان انا ممكن الجيش بتاعي ما يبقاش في اسكندريه لما كنت موجود فيها. وبس اللي حصل انا الجيش بقى في اسكندريه، بس طبعا التزام الجيش وكده، فلقيت ان انا مش هعرف التزم مع النقابه بالذات في اول فتره، فجيت تنازلت بعد ما ترشحت فيها. في 2014 في حد اتصل بيا، يعني كان احد الزملاء اتصل بيا وقال لي ما تنزل معانا النقابه في النقابه الفرعيه في اسكندريه. انا قبلها ما كانش ليا في النقابه خالص بقى ولا اي حاجه تانية، كنت شغال بس في الجمعيات. يعني كنت عضو في مجلس إدارة جمعية اسكندرية لزراعة الأسنان AYA، وشغال بس شغل العمل العام بتاعي فقط خاص بالجمعية. فاتصل بي وقال لي انزل معانا وبتاع، فبدأت أفكر فيها، قلت طب واي نوت يعني. فنزلت وكسبت بالتزكية، مفيش حد نزل قصادي. قعدت فيها سنة، وبعدين حصل خلاف مع حد في المجلس هناك واستقلت. وفي 2016 بقى المجموعه بقى اللي انا معاهم دلوقتي لغايه دلوقتي كلموني قالوا لي تنزل معانا على مستوى الجمهوريه نقابه عامه. كانوا كلموني ان انا انزل نقيب في 2015 في الفتره الانتقاليه اللي هي ما بين النقيب السابق والنقيب 2016، فكانت لمده سنه واحده تكميليه، لكن انا اعتذرت ورفضت انزل نقيب. في 2016 طلبوا معايا ان انزل معاهم برضو تاني نقيب، وانا قلت لهم برضو اعتذرت عن النقيب واتنزلت، يعني رشحت اللي تولى الفترة دي ونزلت نقابة عامة. قالوا طب تنزل معانا وتمسك وكيل النقابة، فنزلت وتوليت وكيل النقابة لمدة سنتين، وبعدين أمين صندوق سنة، وبعدين برضو سبت خالص وبقيت عضو مجلس نقابة عادي لغاية انتخابات 2020 بقى. يعني طلب مني برضو ان انا اترشح كنقيب، وقد كان. طيب انت عارف طبعا في ظل الاوضاع اللي بتحصل في مصر والتغيرات الاقتصاديه الكبيره اللي بتحصل وكده، ده بيعمل ضغط كبير جدا على دكتور السنان، سواء بقى من ناحيه الماتيريال، من ناحيه البرايسنج، من ناحيه اصلا انه يعرف يبيع الخدمه اللي هو بيقدمها وكده للناس. اصلا مستواهم المادي بدا يتاثر بسبب الظروف وكده. ف
ايه دور النقابه ممكن يكون في حاجه زي كده، او ازاي مثلا النقابه ممكن تساعد الدكتور في ان هي تتحكم مثلا في الاسعار، او هل في حاجه معينه النقابه ممكن تاخدها؟ بص، هو التحكم في الاسعار ده دور وزاره التموين. يعني النقابه ملهاش اي سلطه في حاجه زي كده، لكن احنا بندخل نساعد بحاجات تانية. يعني جت فتره موضوع التحويلات بتاعت الفلوس كان ترتيب الاولويات في البنك المركزي كان فيها مشكله، فعملت لقاء مع الشركات ليه الحاجات مش موجوده، ليه الاسعار بتزيد، يعني بصفه كان وديه، مش ما اقدرش اعمل حاجه بصفه رسميه. فعملت اجتماع في النقابه مع شركات كتير جدا، وشفت المشاكل كلها بتاعتهم، ورفعت طلب للبنك المركزي ان محطوط الادويه في الاولويات. فالكلام بتاعي مع البنك المركزي كان انه اذا كان في اولويات للادويه يليها الاغذيه او الاثنين مع بعض، يعني في ضمن الاولويات عموما، قلت اللي بيكتب له دواء ده لازم يروح لدكتور يتعالج. فكونه يروح لدكتور يتعالج فيه ماتيريال وحاجات بنستخدمها عشان بعد كده نكتب له دواء. فالمستلزمات الطبيه بصفه عامه مفروض انها تكون من ضمن الاولويات، وقد كانوا بداوا يفتحوا لهم شويه بشويه ودخلوا المستلزمات مع الادويه. حصلت برضو المشكله الكبيره بتاعت البنج، وده روح العياده، ودي كان لنا فيها صولات وجولات طويله يعني، لكن الحمد لله في الاخر اتحلت. يعني يمكن انا بكسر الروتين شويه في حاجات كتير، مش لازم انتظر مش عارف امضه مدام عفاف في الدرابه والكلام ده كله. كسرت روتين كتير فيها بهذا الامر، ان انا يعني حتى مع المجلس عندي، لان كان في عندنا ازمه، ومش هقول اليوم بيفرق، الساعه بتفرق، ان احنا لازم نتصرف. الناس كانت يعني متعذبه في البدايه، كنا بناخد كميات بسيطه احنا نحاول نوزعها، لكن برضو البضاعه موجوده في السوق مع الموزعين، فبالتالي الازمه مستمره. احنا كنا بناخد مسكنات، بناخد كميات بسيطه على قد ما نقدر، لان مش مسموح لنا ناخد بنج، احنا نقابه في الاخر. فكنا بناخد عن طريق شركه تبع الاتحاد المهني الطبيه، يعني بالحجه بتاعتها، وناخد نوزع شويه، برضو مسكنات مش كافيه. ففي الاخر لما وصلنا مع هيئه الشراء ان هم اللي اخذوا كل حاجه، وهم اللي هيتولوا البتاع بسبب نداءاتنا المتكرره، فقال لك احنا هنتصرف واحنا هنوزع، مش هيبقى في موزعين غيرنا. فدي طبعا كانت مرفوضه بالنسبه لي ان هو يوزعوا عن طريق الصيدليات بس بتاعتهم، ومفتوحه لاي حد يروح فيها. كان بعض المشاكل ممكن واحد يروح ويطلع من صيدليه يروح صيدليه تانية وهكذا. فاقترحنا موضوع البنات، وبرضه البنات الناس بتعاني، قعدت تعاني منه، قال لك رجعتونا للستينات بالظبط، يعني يروح النقابه ياخد بون وبتاع، مرهقه. فكنت مستعجل جدا ان الابلكيشن تطلع باي شكل مهما كانت العواقب، لكن كانت الابلكيشن بالنسبه لي كانت لازم مهمه جدا تطلع، ان الناس وهي قاعده في بيوتها توصلها حاجه مريحه. فاحنا ما لناش سلطات، لكن احنا بنتفاوض. يعني انا جالي مثلا الناس بتوع الضرايب طلبوا الداتا بتاعتنا، ودي بالنسبه لي مرفوضه ان انا ادي الداتا لحد. يعني قالوا لي ده بالقانون انت لازم تدي الداتا لمصلحه الضرايب. قلت لهم هات لي، ارفع علي قضيه، هات القانون، انا مش هطلع اسرار الناس بتاعتنا. فطلبوا طلع لي قانون بيقول ان الماده كذا بتقول انه اي جهه بترخص لازم تدي الداتا بتاعتها للمصلحه الضرايب. قلت لهم بس احنا هنا مش بنرخص، احنا بنسجل. الترخيص في وزاره الصحه، نروح بقى مع وزاره الصحه اتصرف معاهم. فجوم قالوا طب احنا عايزين نفرض ضريبه مبيعات على شغل التجميل بتاع الاسنان. فقلت له احنا ما بنعملش تجميل. قال لي امال ايه الاعلانات اللي بتقول؟ قلت له ده اعلانات، دي دعايه، احنا مش بنعمل تجميل، احنا بنعمل علاج للتشوهات، مش بنعمل تجميل. قال لي يعني ايه علاج تشوهات؟ كان ورايا شباك كده، قلت له بص شايف الشباك اللي ورايا ده؟ الشباك ده بيدخل هواء مضايقني، انا ممكن اقفله بلوح خشب وممكن اقفله بلوح ازاز. لما اقفله بلوح ازاز انا عالجت المشكله، عالجت التشوه، بس ما تقوليش ان انت عالجته بشكل جمالي، ده يعتبر تجميل. قلت له حتى البوتوكس والفيلر بالنسبه لنا علاج. قلت له طالما الدكتور بيحقنه لغايه المنطقه هنا فده علاج. قلت له لو لقيت حد بيحقنه فوق هنا ده تجميل. فقال لي طب مين اللي يحدد؟ قلت له الدكتور نفسه اللي يحدد. فقال لي خلاص احنا هنسال الدكاتره ونشوف ايه اللي هم بيعملوا. قلت له اسال براحتك، لكن انا بقول لك حتى البوتوكس يعني يكونوا كتب تجميل ده شغل دعايه، حاجات زي كده الناس بتعمل دعايات، فده طبيعي. فاحنا كل حاجاتنا ديت مع وزاره التعليم، مع وزاره الصحه، كل ده احنا ملناش سلطات على اجهزه الدوله. وده ممكن يودينا لسؤال ان احنا الناس برضو مش فاهمه دور النقابه ايه، او الاطار بتاع النقابه. ما فيش نقابه ليها سلطات غير مع اعضائها. لكن انها تفرض قانون، تفرض راي، تفرض حاجات زي كده، مش كلها بتمشي بالتفاهم
ومن ملاحظاتي مع يعني التعاون مع اجهزه الدوله كلها، دايما كنت بشوف او هم مشكلتهم اللي لاحظوها ان هم بيروح لهم الناس نقابات او غيره تشتكي شكوى 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 شكوى، عارف، شكاوي على طول، ومنتظرين منهم الحل. الفرق بقى اللي هو لقوه من عندنا، وده كان بقى نقطه التحول، عشان كده بداوا يسمعوا ان بقى في تغيير كده، ان احنا مش بنروح لهم بالمشكله، بنروح لهم المشكله واقتراح الحل. يعني لما رحنا لهيئه الدواء وهيئه الشرع عشان البنك، كنا بنتكلم بنديهم مشكله وحلها ايه، وبنديهم حتى معلومات ما كانتش متوفره يعني عندهم، يعني مثلا حجم السوق الفعلي، لان هم بيبصوا حجم السوق من منظور تاني خالص. فلما كنا بنديهم داتا، الدلتا بتاخد قد ايه، القاهره والجيزه بيستهلكوا قد ايه، الصعيد بيستهلك قد ايه، طب في الصيف قد ايه، في الشتاء قد ايه، داتا فعليه ملمومه من السوق. هم بالنسبه لهم بيبصوا لها من ناحيه توتال شويه، فبنديهم المعلومات وبنديهم المشكله وبنقول لهم الحل من وجهه نظرنا كذا. لكن لو بنقعد نعمل لهم مشاكل، طب ربنا هيسهل هنشوف، يعني هم مش عايزين كده. فده اللي هم كانوا بيشوفوه من معظم النقابات، هي مجرد بتنقل صوت الاعضاء بالظبط، بينقل الشكوى، في الناس بتشتكي من كذا، الناس بتشتكي من كذا، طب يعني ومنتظرين هم اللي يحلوا. فكان الفرق اللي احنا عملناه وهم بداوا، عشان كده نظرتهم بتتغير، ان هم بيلاقوا الحل. ايوه، والحل يطبق، وبالعكس احنا كمان بنساعد في ان احنا نوجد الحل. يعني الناس مثلا بتشتكي موضوع التراخيص، طيب رحت الاي فاينانس، اتفقت معاهم ان احنا موضوع التراخيص ده انتوا بتاخدوا التمويل الالكتروني من الحكومه، يعني اي في المدفوعات حكوميه، احنا نوحد كل حاجه وانتوا تاخدوا الفلوس بتاعت الترخيص وتتوزع على الجهات المختصه. وعملنا خريطه كامله لموضوع الترخيص ازاي يتعمل، التسجيل يبقى في النقابه اونلاين، يجي اختار على الابلكيشن في معاينه من النقابه هتنزل، وبعدين بعد ما تخلص كل حاجه تترفع لوزاره الصحه من عندنا، الابلكيشن تكمل عندهم. ده نوع من انواع الديجيتاليزيشن للترخيص. فبالتالي اول ما توصل للوزاره حاجه هذا الامر، يطلع ترخيص مؤقت للدكتور. يعني مؤقت يشتغل بيه لغايه ما نمشي، لان بيقعدوا ده بيدفع حرام. انا رحت يعني وزيره البيئه قلت لها مثلا في محافظات زي اسكندريه بتوصل 6 شهور عشان ياخد موافقه البيئه عشان يبدا يكمل الاجراءات، ف6 شهور بيدفع ايجارات 15,000 20,000 10,000 اي مكان على الفاضي، فناخد حتى ترخيص مؤقت. فلقيت المشاكل اكتر في المحليات. فالمهم قلت ان احنا نطلع هذا الترخيص المؤقت، والوزاره تبدا تكمل اجراءاتها، ومفيش حد بقى يروح بقى مشوار للبيئه ومشوار الدفاع الحمايه المدنيه، مشوار، لا بالعكس، يجي له اختار على الابلكيشن ويتقال له الزياره جايه لك يوم كذا. فيعني بكل وفي نفس الوقت هو هيدفع كله مره واحده من على الابلكيشن عن طريق اي فاينانس، واي فاينانس تقسم الحمايه اللي بتاخد قد كده، ده بياخد قد كده. لما رحت لوزير الصحه بهذا المقترح، الاول طبعا كان بالنسبه له غريب جدا، لكن رحب بيه جدا، وكلف مساعد الوزير الدكتور حسام عبد الغفار يقعد معنا. قعدت انا وهو، ويعني معايا زميلي الدكتور حسين، قعدنا معاهم ومع الشركه والمهندس والسي تي او المهندس الشيف تكنيكال اوفيسر بتاع الشركه، وشرحنا الخريطه بالكامل. هو الاول كان جاي يعني متوجس، مش حابب الموضوع، لكن لما شاف الخريطه وشاف الموضوع معقرب قد ايه، عجبته جدا الفكره. وقال بس حاجه واحده او حاجتين، ان احنا ما ينفعش النقابه يبقى عامله الابلكيشن واحنا نشتغل بيه، احنا لازم يبقى لنا ملكيه الابلكيشن اللي اتعمل ده. فاحنا لو عايز اخدها ما عندناش مشكله، والشركه لم تعترض. الحاجه الثانيه، قال احنا لما شاف الموضوع المعقرب بتاع التراخيص، قال ما بقول لك تاني احنا رايحين له بالحل. يعني لقى ان هو الموضوع فعلا صعب ومعقرب كتير، فقال لك طب ما احنا احسن حاجه نشوف ايه اللي معمول بقانون وايه اللي معمول بقرار. اللي معمول بقانون ما نقدرش نغيره غير بمجلس النواب، لكن اللي معمول بقرار ممكن يتغير بقرار وزاري. فقعدنا في الموضوع ده مده، فبعدين في الاخر قال لي بص احنا هنغير القانون كله، قانون المنشآت الطبيه كله هيتغير، واللائحه التنفيذيه هنحط فيها الاجراءات المبسطه. قلت كويس جدا. يعني مثلا القانون الجديد، القانون القديم كان بيقول ان هم 3 أسرة، يعني العياده تبقى 3 كراسي مثلا. وكان في خلاف بيننا وبين العلاج الحر انه احنا بنعمل 3 كراسي، هو يقول لك لا العياده تبقى كرسيين بس وال3 يبقى مركز. وقعدنا في خناقه، وفي الاخر اتفتحت وقالوا لا اوكي خلاص هنعتبر الأسرة فعلا الكرسي، ومشينا على هذا الامر. الجديد في القانون الجديد مفتوحه، مفيش اي عدد ممكن يبقى عياده، المركز ليه اشتراطاته الثانيه. فدي كانت برضو من الانبوتس اللي عملناها معهم. المهم القانون الجديد
قعدنا ناقشناه مع الوزاره في اكتر من جلسه، ولما يصدر ان شاء الله هيبقى فيه اللائحه التنفيذيه اللي هيبقى اجراء الترخيص نفسه. الوزاره قالت تواصلوا مع الشركه اللي عامله الابلكيشن وقالوا طب احنا دلوقتي هنعمل برنامج عندنا في الوزاره، بس احنا عايزين ناخد الفكره بتاعتكم والخريطه بتاعتكم. قالوا ما عندناش مانع، خدوها. وادوها لهم فعلا، وقعدوا وكان في يعني اثناء تنفيذ البرنامج اللي تقريبا خلص يعني جاهز مناقشات، وقعدوا مع بعض اكتر من مره عشان ينقلوا الصوره اللي احنا كنا مقدمينها اليوم، واحنا كنا ادينا للشركه اصلا خريطه فعلا ال11 خطوه اللي بيتعملوا والحاجات دي كلها. فبالتالي كل حاجه خلاص بقت مع الوزاره للترخيص. احنا بقى مجرد احنا نعمل تسجيل عندنا، نربط معاهم بعد كده، يبقى هم عندهم الاساس بتاع الترخيص، واحنا مجرد بنربط معاهم نديهم اللي اتسجل من عندنا. طبعا هياخد شويه وقت لان القانون عشان يطلع اللائحه التنفيذيه تتعمل والكلام ده كله ممكن سنه سنتين، يعني متاخر عن اللي انا كنت بحلم بيه، لكن على الاقل يعني ان شاء الله مشينا فيها خطوات او يعني حركنا الميه الراكده اللي هي ما كانتش هتتعمل قبل كده. فده هيبقى مفيد لكل المهن الطبيه مش بس الاسنان، لكن على الاقل يعني الحمد لله ان احنا كان لنا السبق ان احنا اللي اثرنا الموضوع وان احنا اللي حطينا خريطته وكل حاجه فيه. ده كلام جميل جدا وبروميسنج قوي. احنا برضو كان في سؤال كنت حابه اساله لحضرتك. طبعا حضرتك اشتغلت كطبيب اسنان ونقيب، واشتغلت في مجال هي النقابه مش وظيفه، أيوة احنا ما بناخدش فيها فلوس يعني. انا فاهمه يعني لا فيها مرتب يعني ولا باخد بدلات ولا حاجه. يعني ده كان بوزيشن كبير بتتعامل فيه مع عدد كبير من الناس، بالاضافه للكارير بتاعك كبزنس ديفلوبر او ككارير كونسلتنت. هو ده مش شغلي الاساسي برضو بس يعني. طيب ماشي. طيب ممكن نتكلم عن الكارير الحالي دلوقتي بالاضافه لجزء النقابه، الجزء بتاع الكونسلتنسي والكلام ده. هو انا حاليا يعني النقابه زي ما قلت لك ما هيش وظيفه، ومراكز الاشعه انا مش بديرها يعني. انا ببدا بقى بعمل الستارت اب وبشتغل يعني ببدا معاهم في الستارت اب، وبعدين بشيل ايدي بقى خالص، والاداره هي اللي بتمسك متوليه الموضوع. لكن انا شغلي الاساسي انا المدير الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا لشركه يابانيه اسمها موريت. فده الشغل الاساسي بتاعي يعني، اللي هو المفروض ان هو الفول تايم جوب بتاعتي. بالاضافه لكده البراكتس مانجمنت كونسلتيشن، سواء برضو كنت عامل لها شركه للبرايفت كونسلتيشن، يعني ممكن نروح لعياده او لمركز عايز يبدا او شغال وعنده مشاكل، ونبدا نحط معاه الحلول. ممكن تاخد 6 شهور سنه كونسلتيشن فتره، بالاضافه للكورسات والمحاضرات. يعني انا قعدت درست في الجامعه او في جامعتين يعني اكتر من 10 سنين، وبعدين استقلت. حلو قوي. ده كان برضو في حاجه لها علاقه كنت بدرس اداره اعداد اللي هو شغلي اللي بدرسه في الكورسات وكده. كليه طب اسنان؟ في كليه طب اسنان، وكنت اول واحد يدخل هذا الامر في كليه طب اسنان يدرسوا ديت. لان اول مره فعلا اعرف ان هو في كليات. لا هي انا استقلت 2017 يمكن من الجامعه او 2018 مش فاكر. درست في جامعه MSA ودرست في جامعه الدلتا. ده كانت اول مره كليه طب اسنان تدرس. الكتاب بتاعي بيدرس في بعض الجامعات في الدول العربيه، لكن مش انا بدرسه، هم طلبوا مني اروح، طبعا صعب ان انا اسافر كل البلاد دي. فبياخدوا الكتاب بيدرسوه هناك في اكتر من دوله عربيه في كليه طب الاسنان. ده كلام جميل جدا. يعني كان ده من ضمن الاسئله اللي انا كنت عايزه اسالها لك، ان التعليم عندنا الجامعي بيفتقر قوي للنقطه دي، ان هو الطالب بيطلع ما عندوش المهارات الباردنت دي عشان هو ده حقيقه. واللي بداها الجامعات الخاصه عشان عندهم يعني ممكن يضيفوا مواد ما هياش مواد أساسية. أيوة. لكن في لجنة جودة التعليم من عضو فيها طلبت إضافة المواد دي لأنها تبقى من ضمن المواد الأساسية مع الكريتيكال ثينكينج بقى والحاجات اللي زي كده، علشان يبدأ اللي بيتخرج يعني طب الأسنان ليه جناحين، ما ينفعش واحد يطير بجناح واحد. في عندنا الهارد سكيلز اللي هي العلوم الطبية نفسها، وعندنا السوفت سكيلز اللي هي بقى الاداره، انك فاتح بزنس، الفاتح عياده فاتح بزنس. يعني ايه تسويق؟ لان الناس فاهمه ان التسويق ده هو عباره عن ان نعمل دعايه، وده مش صحيح. الدعايه ده جزء صغير جدا في التسويق. فالناس فاهمه ان هو تسويق يعني دعايه، اعلانات، والاعلانات كل بيقلد بعضه، ده يعمل خصم، ده مش، ودي يعني الشكل بقى سيء حتى بالذات بتاع الدعايه. عشان كده كان لائحه اداب المهنه الاخيره حطيناها واصريت فيها ان احنا نحط موضوع ان مفيش اعلان عن الاسعار ولا اعلان عن خصومات. احنا مش كارفور بقى ونعمل بلاك فرايدي والكلام ده كله. فالشكل السيء ده لا، الناس لازم تفهم الصح ايه عشان تعمل التسويق بطريقه صحيحه.
الكوميونيكيشن سكيلز برضو من الحاجات اللي طلبت في اللجنه انها تتدرس، لان احنا بنعمل كوميونيكيشن بصفه مستمره مع المريض، فدي مهمه جدا انهم يتعلموا، الناس تتعلم ازاي تتواصل مع المريض. يعني احنا في لجنه التحيات في النقابه نص الشكاوي سببها ميس كوميونيكيشن مع المريض او وعود زائده، فبترفع سقف التوقعات عند المريض فيجي ما يلاقيش. يعني لما يقول لك ايه زراعه في 5 دقائق وفي 10 دقائق وبدون جراحه وبدون الم ومش عارف ايه، يعني الحاجات دي كلها بترفع سقف التوقعات عند الناس وما بيلاقوش هذا الكلام، فبتبدا تحصل مشاكل ويجي يشتكوا في النقابه. عدم الشرح الكافي للمريض انه يشرح له الموضوع بتفصيل، فما فيش كوميونيكيشنز واضحه، ما حدش بيسمع للمريض يفهم اللي هو عايزه ايه فعلا. كله نظام افتح بقى وريني انا هشوف، يعني لا يعني لازم نسمع ونفهم، لان اسس الكوميونيكيشن اولها اول مبدا فيها تو بي ا جود listener. وبعدين listener مش hearing، في فرق بين listening والhearing، في فرق بين الاستماع والانصات والسمع. كونه واحد بيتكلم واسمع وخلاص لا، انما هي عايزه في اكتيف listening، انصت، افهم يعني اسمع واستوعب اللي بيتقال. طيب خليني برضو اسالك سؤال عن بما اننا احنا اتكلمنا من شويه على التسويق والماركتنج واهميته، الدكتور يسوق لنفسه ازاي؟ في عندنا دكاتره اللي هو فاهم ان انا اسوق، ان انا اعمل لنفسي اعلان على الفيسبوك، ان انا اوزع ورق. دي نرجع لنفس النقطه ثانيه، التسويق ما هواش دعايه، انت بتتكلم مع الدعايه برضه. أيوة. انا مش بتكلم على الدعايه، انا بتكلم بقى فكره ان الدكتور يبقى عنده الكونسبت بتاع الماركتنج اصلا من اول. الماركتنج ده فيه حاجات كتير جدا، الماركتنج ده فيه حاجات كتير جدا. الماركتنج عامل زي الجواز، يعني دايما بقول للناس كده الماركتنج ده عامل زي الجواز بالظبط. ايه اهم حاجه في الجواز؟ الاختيار الاول. الاختيار. ما ينفعش ما حدش يقول لي الحب، المهر، الشقه، الكلام ده كله، لا ده كل دي حاجات ثانويه. الاساس الاختيار اختيار الشخص المناسب ثم بناء علاقه جيده معه. الماركتنج بدايته كده، تعريفه كده، اختيار التارجت المناسب ثم بناء علاقه جيده معه. لازم اعرف الاول انا بخاطب مين، لازم اعرف مين الزبون اللي ينفع معايا. ده زي الجواز بالظبط، لازم اخد حد يناسبني. ده نفس الحكايه. الشقه هو المكان بتاع العياده، المهر ده السعر اللي انا بحطه. ما انت لما تحطي مهر عالي في ناس معينه ممكن تجي لك، السعر بقى بتاعك عالي واطي متوسط، ده كده معناها ان هو بيجتذب ناس معينه، فئه معينه. السمعه بتاعت الشخص هو ده بقى الدعايه. يعني شفت جزء الدعايه جاي فين؟ السمعه. فهي الدعايه بتاع الاويرنس بس، لكن الدعايه ما بتجيبش اكتر من 5% من الزباين، عشان بس الناس تبقى فاهمه. انما مهمه جدا ان الاسم يفضل موجود. ال 95% من الزباين بتيجي من الورد اوف ماوث، انما الاساس الدعايه مهمه عشان الاسم يفضل موجود، والاسم المعروف ليه سعر. صح. فلكن ان انا اعمل دعايه ان انا بعمل خصم، طب ما معناها ايه؟ يعني اللي بيقول انا عامل خصم 50%، ده ايه الرساله اللي بيوصلها؟ ما هو اي اعلان بيتعمل، اي دعايه بتوصل رساله كويس، ان انا اوريدي كسبان حتى وانا عامل 50%. لا، اول حاجه بتوصلها لو انا عامل خصم 50% معناها ايه؟ اول حاجه انا مش لاقي زباين، اعمل لكم خصم بس تعالوا. الرساله الثانيه بتمسنا كلنا، انت عامل 50% خصم ولسه كسبان، ده انتوا حراميه. دي بتضرب فينا كلنا، يعني صح. الاعلان ده بيضرب في وشنا كلنا، مش بس في خلاص. وانس انك قلت للمريض ان الخدمه دي سعرها اكس، انت مش هتعرف بعد كده تبيعها له. هي دي بقى دي المشكله الثانيه، هترجع تاني ازاي؟ انت بقى مش عاجبك سعرك، هي انت عامل 50% خصم، بتبيع ب 100، هي 50% خصم، يعني 50 من الاول قول 50، خلاص قول 50 من الاول لو انت شايف سعرك عالي. يعني ما هي دي نقطه مش الناس مش قادره تفهمها. اللي بيبقى قاصد يوصل رساله بس بتوصل رساله تانية خالص. اي اعلان بيتعمل لازم يكون بيوصل رساله، مش شرط انها تكون الرساله المقصوده، ممكن توصل رساله تانية خالص. فدي نقطه خطيره. صح. طيب نرجع تاني كده لنقطة العمل النقابي. الناس دايما اللي بتبقى في مناصب بتتعامل فيها مع يعني بابليك عموما بيتعرضوا اوقات كتيرة جدا للنقد. بتتصرف ازاي مع كده؟ بصي، هو المشكله في النقابه ان هو عشان يعني لو الوزاره في عندها عامله مشكله، يعني مثلا التكليف متاخر يشتموا في النقابه يعني هو اي مشكله احنا النقابه البنج يمسكوا في النقابه. يعني هي انا دايما بقول لهم يعني نقابه المهندسين ما حدش بيمسك في خناقها لما ينقص حديد تسليح، يعني فهم بس بقى عندهم عشم ان النقابه هتحل كل مشاكلهم. يعني انا اقسم بالله في واحد كلمني مره عشان اتخانق مع مراته جابت اخوها خدوا العفش وهو ماضي على ايمان، بتوصل لهذه الدرجه. واحد كلمني مره من المطار، من الصبح مكانين المطار، بيقول لي الحقني انا وصلت مطار دبي وطيارتي ما وصلت وشنطتي ما جاتش. يعني هو عشم عند الناس ان احنا ممكن نساعد، يعني فانا ما عنديش مشكله. بس هو النقد انا في الاول طبعا كان بيحرق الدم جدا،
لكن بعد كده بقيت اتعامل بمنتهى البرود. يعني بصراحه اتعودت نفسي ان في اخر سنتين كده بالذات ان انا اتعامل مع الموضوع بمنتهى البرود عادي. يعني قول اللي انت عايزه، لانه بالذات لو نقد غير منطقي. لو في نقد منطقي في حاجه غلط معموله طبعا بستجيب ليها ولازم ارد عليها. لكن النقد الغير منطقي ما بقتش ارد عليه، يعني بريح دماغي. عارفه طبعا ان حضرتك عشت فتره في كندا. احكي لنا كده عن الاكسبيرينس بتاعه الهجره او السفر من بره مصر. شباب كتير قوي متخرجين دلوقتي عايزين يسيبوا البلد ويمشوا، فايه اللي رجعك مصر، او ايه اللي خلاك شايف ان في هنا فرصه ان الشخص ممكن يكمل عشانها ما يهاجرش او ما يسيبش البلد؟ هو المشكله ان انا لما هاجرت ما كانش ما كنتش لاقي شغل مناسب قوي ليا، يعني بالنسبه لسني. انا ما سافرتش وانا صغير. فكل اللي بيشتغل الشغل هناك كان مطلوب له كنديان اكسبيرينس. فلو واحد بدأ من حياته من الاول هناك ممكن يبقى فيها فرصه احسن. لكن في سن يعني واحد وصل فيه لمكانه او لشغل معين، فبالتالي ما لقيتش حاجه مناسبه ليا ان انا اكمل فيها، يعني ابتدي بيها او هبتدي بشغل صغير. فدرست شويه يعني طبعا كده بتبقى فور فري او يعني بمبالغ بسيطه عشان بس يبقى فيه تواجد يعني. لكن شغلي كله كان مرتبط بهنا بالمنطقه، مش بمصر طبعا، بالمنطقه العربيه، الشرق الاوسط وافريقيا. فكانت مشكلتي ان انا رايح جاي كتير، بسافر كتير. يعني انا ممكن مثلا اطلع اسافر يوم سفر عشان اقعد يومين في بيروت وارجع تاني. علقه كبيره يعني مش سهله. فده تكراره كان صعب، عشان كده كنت بضطر اعمل يعني لو عندي جولات كنت باخد مثلا 5-6 بلاد مع بعض عشان اخلص مره واحده. فكانت مرهقه. وفي الاخر جيت يعني بعد سنين يعني، بس رايح جاي طبعا كانت صعبه. الاستقرار بالنسبه لك في مصر اختيار افضل؟ نعم، كان الاستقرار بالنسبه لك في مصر افضل. الشغل يعني لازم الواحد يبقى قريب من شغله برضه يعني. فده اللي رجعني يعني. طب بالنسبه للشباب بقى اللي متخرجين وحابين يكتشفوا، بصي انا لما رحت هناك كان الفتره اللي انا فيها كان اللي عايز يشتغل دكتور اسنان ما فيش معادله، كان لازم يدخل كليه ممكن من سنه تانية بقى هو حظه ويخلص الكليه من هناك. في مارس 2010 كنت لسه هناك، غيروا النظام وبقى 3 معادلات تتعمل في فترة سنة بتتكلف حوالي $80,000. هل الدكتور الأسنان هناك اللي بيشتغل هناك بيكسب؟ أنا أصحابي اللي هناك دكاترة الأسنان أول تعرف الناس الكنديين اللي تعرفت عليهم هناك فاتحين عيادات، في منهم بيشتغل 6 شهور في السنة فقط، لأن لو اشتغل أكتر من كده هناك الضرايب قاتلة. هناك الضرايب قاتلة يعني. أنا ساعات كان يقول هناخد 40% من الدخل. فبيشتغل 6 شهور عشان ما يدخلش في شريحة ضريبية تبقى بالنسبة له خسارة عليه لو قعد. فبيشتغل 6 شهور وحتى يجي يشتغل في العيادة 6 شهور تانيين. فهي واصلة لكده يعني. هيشتغل في حاجة تانية طبعا متاح حاجات تانية، بس لما بيروح ممكن يبتدي في حاجة صغيرة جدا يعني، ان شاء الله في مطعم بتاع حاجة زي كده، لانه محتاج ان شاء الله فولنتير ورك. يعني هم بيقبلوا ان من ضمن الاكسبيرينس اللي تتحسب العمل التطوعي. يعني الاعمال التطوعيه بتتحسب من ضمن الفولنتير ورك، بس المهم ان هم بيحتاجوا دايما اكسبيرينس هناك عشان حد يبقى اخد على المكان وعايش يعني عارفه اما الواحد يطبع على المكان يعني. زي ما بيقولوا يعني. طيب احكي لنا يا دكتور كده عن نقطه تحول في حياتك. نقطه تحول في حياتي؟ نقطه تحول في حياتي واحد راح يصلي الظهر غيرت حياتي. بس كده؟ واحد راح يصلي الظهر والله بجد. يعني انا كنت اخر سنه ليا في الكليه، كنت رئيس اتحاد الطلاب، وكن ما كانش حتى في اوضه لاتحاد الطلبه انا اوجدتها ساعتها يعني. في اسكندريه في ظهر مدرج عبد الله كده تحت السلم عملنا اوضه بنيناها وبقت دي اوضه اتحاد الطلاب. فبعد لغايه ما تحصل انتخابات في اكتوبر كنا خلصنا الكليه وكنا بنروح. كان لسه امتياز ما ابتداش يعني، كان ابتدي في اكتوبر او في نوفمبر. فكنت بروح بقى لسه برضو قاعد في اوضه الاتحاد مع كده. كان في واحد صاحبنا كان بيبيع كتب دفعتي يعني، هو كان بيبيع كتب مصوره.
فقال لي ممكن احط عندك الكتب بتاعتي اخزنها، وكان بيطلع كل يوم ترابيزه صغيره بتاع امتحانات كده يحط عليها كام كتاب قدام اوضه الاتحاد يقف يبيع الكتب دي. وبالليل وكان يحط بسكوت شمعدان كنا احنا بناكله. كان في فار في الاوضه، فكنا مره اكل واحد بسكوت، فكنا بندعي ان الفار كل بسكوت واحنا كنا بناكله. فالمهم كان بيحط الكتب عندنا في اوضه الاتحاد بالليل، والصبح يطلع او يعني اخر اليوم، والصبح يحطها ويقعد ايه قدام الكتب كده. ما كانش بيبيع حاجه يعني والله كان بيبيع كتاب كتابين. فمره قال لي بص انا عايز اروح اصلي الظهر ومفيش حد يقف مكاني، ممكن تقف مكاني؟ قلت له انا ما بفهمش الحاجات دي يعني. قال لي لا ده كل كتاب جواه سعر. قلت له ما اعرفش ابيع ولا اشتري ولا ليه في الكلام ده ولا افهم فيه. قال لي يا عم دي سهله، اي حد معدي بس عايز كتاب افتح الكتاب هتلاقي في اول صفحه مكتوب سعر. قلت له ماشي. وقفت مكانه وهو بقى مش راح صلاه الظهر، ده صلاه تراويح، قعد ساعه الا ربع. بس انا في الساعه الا ربع دي عملت فيها قرد. اي حد معدي انا دي بص الكتاب ده كذا كذا، انا كنت عارف الكتب دي كلها بقى، بص الكتاب ده كذا كذا كذا، بص بيتكلم عن كذا ايه. قعدت عملت فيها واخدها بهزار وضحك بقى وشباب وكده. فرجع من الصلاه لقاني بعت كل الكتب، ما لقاش ولا كتاب. اللي هو بيقعد بالشهر ما بيبيع كتاب كتابين، لقاني بعت كل الكتب. قال لي لا ده انت لازم تشتغل معايا، احنا لازم نعمل شركه مع بعض، انت لازم تشتغل معايا بتاع. قلت له لا يا عم في إيه؟ انت انا ماليش في الكلام ده. قال لي لا، ولقيته بيطلع فلوس عايز يديني. قلت له ايه ده؟ قال لي لا ده انت ايه. قال لي حديث، قال لي اعطي االاجير حقه قبل ان يجف عروه. قلت له هو انت مأجرني؟ انا كنت قلت له اجير كمان؟ ناقص يقول لي عبد الحبشي اسود. فاصر ان انا لازم اعمل معاه شغل. فقال لي طب بص، ابتدينا. قال لي انا هروح اجيب ادوات بقى من القاهره، كان ب 200 جنيه ايامها ولا مش عارف بكام. هجيب ادوات ونحطها على الترابيزه ونبيع. راح جه تاني يوم حط لنا الادوات، وقفت معاه انا، طلع ان انا موهوب، انا ما اعرفش الموضوع. خلصت في نفس اليوم. يوم في التاني، وبعدين اتفقنا مع الكافتيريا ان احنا ناخد عندهم ترابيزتين 3 نحطها. وبعدين بقى كانوا يعملوا معارض في الكافتيريا رعاية الشبكه، تعمل معارض تجيب شركات من حاجات مختلفه، اسنان وغيرها يعني. كنا ندخل في المعارض، يروح هو القاهره يجيب الادوات، يجي تاني يوم تخلص. بقينا احنا اللي نعمل المعارض، بقينا احنا نأجر الكافتيريا ونعمل المعارض. وفي الاخر تطورت ان احنا عملنا بقى شركه، ودي كانت بدايه يعني كنت ماشي بقى في العياده مع الشركه مع بعض في نفس الوقت يعني. في كل الكلام ده اخد كام شهر مش اكتر يعني، 3-4 شهور وفتحنا شركه. اكتشفت بقى الموهبه. لقيت عندي موهبه البيع والشراء بقى، ما اعرف كنت شغال. سبك ساعه الا ربع تلاقي كتب فغير كده. وبعدين هو غير في حياتي كلها، ان انا دخلت في سكه البيزنس كمان. وبعدين نفس الشخص ده كنت في زياره للكويت في بدايه الالفينات يمكن، فجالي اللي هو كان شغال في الكويت، فجالي الفندق قال لي ايه رايك انا بفكر هاجر كندا. قلت له في السن ده انت الناس بتهاجر وهي صغيره اول ما تتخرج كليه. قال لي لا انا بفكر هاجر كندا ويلا بينا انت معايا. قلت له معاك فين؟ انا قال لي وديني كندا وهنروح نعمل ايه في كندا. قال لي بس لازم تيجي، انا في محامي متفق معاه وهيجي لنا الفندق هنا نقعد نتكلم معاه. يا عم يهديك يرضيك. قال لي بس اسمع منه. قعدنا بقى سمعت وبتاع والكلام ده كله ومشيت سافرت. لقيته المحامي باعت لي ورق املاه كم ورق كده، وادخل امتحن واعمل، وهو التاني عمال يشجع فيا ويزق فيا، يلا ونروح سوا نشجع بعض. مليت الورق وعملت الامتحان الايلتس والتو اف الفرنساوي وكل حاجه. وهو في الاخر انا نجحت في الامتحانات اللي هي اللغات وهو سقط. هيدخل بقى الامتحان تاني ما دخلش، انا اللي هاجرته هو لا. وعلى فكره في البيزنس انا كملته وهو ساب. هو ربنا حطه اللي يفتح طريق حاجه معينه ويمشي يعني، سبحان الله. كنت متجوز وانت جاي تقدم عليك ساعتها؟ كانت بس قرار الهجره اصعب من طبعا. واحده من المشاكل اللي بتواجه دكاتره الاسنان بالذات في مصر دلوقتي في ظل الوضع الاقتصادي اللي موجود ده، ان تغير الاسعار الماتيريال بشكل مستمر، فده بيحطهم في ازمه في تسعير خدماتهم. فايه اللي ممكن يعني ننصحهم بيه؟ او اللي ممكن هو بس الناس برضو يعني لازم تحط في دماغها حاجه. اولا لازم ما تخافش، انه يعني لازم يجمد قلبه وهو بيرفع سعره. بمعنى ايه؟ ان كل حاجه تانية بتترفع على المواطن. يعني كان بيجيب علبه اللبن بكذا بقت بكذا، اوكي بيجيب وده برضو بيقلل يعني القدره الشرائيه بتاعته. دي نقطه تانية، بس اللي اقصده ان هو الاسعار زادت عليه هو كمواطن. فبالتالي تكلفه العلاج لازم تزيد، بالذات ان الاسعار اللي بتزيد حاجات فيها منها حاجات محليه. ومع ذلك بيتقبلوا الناس، بتتقبل الزياده. الناس مهيئه نفسيا اصلا ومضطره تتعامل معاها.
المشكله انه في الازمات اللي زي كده بنبدا نشتغل ونركز اكتر على البرايمري هيلث كير. السكندري والترشري شغله بيقل الا يعني في مناظر، فبيبقى التركيز كله على البرايمري هيلث كير، ده اللي المفروض ما يقفش، لان الالم مش هيتوقف. لان دي نقطه مهمه، فالناس لازم فاهمه ان الحكايه دي. الحاجه الثانيه ان الناس لازم تسعر صح اصلا، وعشان يسعروا صح لازم يبقى فيهم تكاليفهم صح. للاسف في ناس ما بتحسبش التكاليف صح، يعني بيحسب تكلفه الخامات الحاجات زي كده واللي بتزيد لكن ما بيحسبش تكلفه الايجارات، تكلفه المرتبات، تكلفه الديبريشيشن او الهلاك بتاع الكراسي والحاجات دي كلها، دي مهمه جدا. عشان كده كنا نزلناها لهم في سنه 2021، نزلناها على صفحه النقابه او سوري على موقع النقابه، وحطينا اللينك على الصفحه. التكاليف كام؟ عملنا 4 فئات من العيادات، 4 مستويات مختلفه، كل فئه من دول تكاليفها الشامله تبقى كام. يعني تكلفه حشو الكومبوزيت كام بما فيها الكهرباء والميه والايجارات وكل حاجه، ونزلناها. انا بقالي فتره بحاول احدثها، بس كل ما احدثها الاسعار بتتغير، لكن هي الناس لازم يبقى في. عشان كده برضو نزلنا طبعا النقابه في برنامج. كان في واحد من الناس اللي حضروا لي كورس وكنت بشرح ازاي تتعمل التكاليف دي على الاكسل، هو عمل برنامج اكسل ونزلناه بسعر بسيط جدا. يعني هو عامل سعر الخاص للنقابه جدا، اي حد مسجل في النقابه في مصر بيديها له بسعر بسيط هو، وكل ما في الامر انه هيحط تكاليف اسعار الخامات اللي موجوده اللي اتغيرت هيغيرها. بيتغير السعر اوتوماتيك، اكسل بيحسبها، بيتغير له السعر النهائي اللي هو متكلف كام. هو يقرر يزود بروفيت متكلف بمعنى ايه؟ لو مكتوب مثلا الكومبوزيت 250، دي معناها ان المريض لو جه عمل حشو الكومبوزيت معناها ان الدكتور طلع من جيبه 250 جنيه اداها للمريض، يعني ده دفعها فعلي من جيبه. فدي نقطة مهمة جدا الناس لازم تحسبها، التكاليف عشان يحط السعر صح، حتى لو هيبيع بخسارة بس يبقى عارف هو بيخسر ايه. ممكن في بعض الخدمات نفسه بيبيعها بخسارة، هو حر بس عارف بيخسر ايه ويعوضها في ايه تاني. الزيادة في السعر لازم تكون انه اخر مرة مثلا غيرت سعري من سنة، عايز اغير السنة دي السعر بتاعي، طب الزيادة بتبقى قد ايه؟ بيتحسب نسبة التضخم في البلد، نسبة التضخم الفعلية فرضا كانت 30%، ما احطش انا الزيادة بتاعتي 30%. بالنسبة للأسنان مش 30%، نسبة التضخم العادية بتاعت البلد 30%، اوكي. الأسنان بتبقى 1.76 مضروبة في 30%، يعني مش 30% زي ما هي. بالنسبة للأسنان تكلفتها أعلى، فعشان موضوع الخامات والحاجات دي كلها لا تكلفتنا اعلى. 1.76 مضروبه في نسبه التضخم الاخيره في فتره السنه من اخر مره رفعت فيها سعري. اذا كنت رفعته من سنه، اذا كنت رفعته من اخر مره من قبلها بكام سنه، يبقى لازم احسب كام سنه دول. مش هتبقى سنه واحده، هتبقى كارثه اكبر، فلازم يعملها على مراحل بقى ساعتها. بتهفن ازاي؟ بقى ايه؟ بتهفن ازاي؟ بهفن ازاي؟ انا ليا 2 فن في حياتي بقى. انا جت فتره عليا كنت بعزف عود، وكانت طلعت في دماغي اتعلم عود، وعزفت عود، ورحت اخدت دروس في العود سماعي. وبعدين كنت يعني اللي علمني ما كانش يعرف نوتة، كنت قاعد اكتب وراه، ده اسمه سول، اكتب سول فكده يعني. وبعدين رحت اخدت، كنتش في مصر ساعتها. بعدين لما رجعت مصر رحت معهد موسيقى عربيه في اسكندريه، واخدت دروس نوتة عشان اقعد اقرا النوتة. فبدات فتره، وبعدين يعني زي اي حاجه عندي انا اندمج في الحاجه لغايه ما ابقى فيها كويس، وبعدين اروح موقف. فبقى لي مثلا بتاع اكتر من 10 سنين ما لمستوش. فن دلوقتي بتاعي رايدنج بالموتور بايك او الدايفنج يعني طبعا اتاثر جدا في النقابه، يمكن يعني بقى لي 2 سنين ما غطسش، لكن انا قبلها كنت بغطس. معاك تقريبا رخصه دوليه في الدايفنج. نعم انا معايا ماستر، دايف ماستر، دي اعلى رخصه في الدايف ماستر. كنت يعني بغطس كل اسبوع، حتى لو انا في اسكندريه بغطس في الشتاء صيف، في نوه ما فيش نوه، كل اسبوع في غطس عندنا يوم او يومين. في رمضان مش في رمضان ما كنتش بتوقف. بعد كده بقينا نعمل حاجات تانية، بنطلع رحله سفاري غطس، يعني نطلع 3-4 ايام في مركب مقطوعين بقى، ما فيش نت ما فيش تليفونات، لسبوتس معينه. بس اخر مره عملتها كانت من 2 سنين، ما فيش فرصه ولا وقت ان احنا نتجمع تاني نعمل حاجه زي كده. انا عملت حتى مجموعه، يعني كونا مجموعه سميناها DDT، بس الDDT مش المبيد الحشري يعني هي اختصار الدنتال دايفرز تيم. احنا مجموعه يعني طبعا الموجود منها عدد اقل دلوقتي، بس هي لما ابتدت كانت حوالي 30 دكتور اسنان. عملنا ابتدينا احنا كنا 4 اشخاص، وبعدين بدأ العدد يزيد ونقنع ناس تانية تدخل معانا ياخدوا كورسات لغاية ما وصلنا 30. بس اللي محافظين دلوقتي على الموضوع يمكن حوالي 10 أو حاجة، اللي بنتجمع ناخد مركب لحسابنا الخاص كده، المركب بتاعتنا نقعد عليها بقى 4-5 أيام 3 أيام حسب الوقت المتاح عندنا في
الشغل ونطلع بقى في البحر الاحمر نسرح كده فيها. فدي كانت المتعه المريحه اللي عندي. دلوقتي غير كده بقى يعني لو زهقان بتاع بنزل بقى اركب موتور بايك امشي كده في الشوارع وخلاص يعني. نعم. بتروح مصر السخنه بالموتور بايك؟ لا كنت بطلع رايدز قبل كده مع بنعمل فورميشن بنعمل الكلام ده كله. قعدت فتره في البدايه كده وبعدين برضو زهقت. ايه البايك اللي معاك؟ انا اللي معايا نعم ستريت ولا ريس ولا ايه نوع ايه؟ شكله ايه البايك؟ البايك اللي عندي اللي هو كawasaki. نسيت اسمه ايه. هو 400 سي سي، مش زي سكوتر، مش هارلي. اسمها ايه نسيت. انا لخبطت والله الاسم راح. مش اس اي ام، حاجه تانية يعني، حاجه نسيت اسمها. بس يعني ما الرايدز كنت معانا جوه اسكندريه بس اقصى حاجه نطلع مثلا كارفور العروبه حاجات زي كده، وبعدين زهقت فبقيت بقى مع نفسي بس يعني. قول لنا بقى يا دكتور، سر تسميه البوب جت منين؟ سر تسميه البوب جد. انا من ايام الجامعه ويعني بيقولوا لي بوب مش البوب، هي بوب اللي هي بوب زي بالانجليزي يعني. فده في ناس بيقولوا بيبو مش عارف ايه، فانا من ايام الجامعه اسمي بوب. ففضلت بوب زي ما هي، اي حد يقابلني بوب. بعدين فوجئت لما دخلت في النقابه بيتقال لي البوب يعني ما اعرفش ليه بقت فيها الف لام. واحد بس. لا انا ما فهمتش. وبعدين انا لقيت ايه بيتقال، بقيت اسمع ايه مش عارف، واحد بيقول تاني هو مين البوب بتاع القعده، فبقيت افهم هي ايه البوب دي. فاكتشفت بقى البوب دي الكبير، فمش ده القصد خالص يعني. انا اسمي بوب من ايام الجامعه. وبعدين مره سمعت في الراديو ايام الثوره كان طلعت كلمه البوب وكان بيقولوها للبرادعي تقريبا حاجه زي كده. فبدات في الراديو مره راجع سايق جاي من سايق العربيه كده، فبشغل راديو، فالبرنامج كان بيتكلم عن الثوره ومش الثوره وبتاع والبلطجيه. فجاء ان البلطجيه 5 درجات، الدرجه الرابعه فيهم بيقولوا له البوب مش ال5. فالدرجه الرابعه في العاليه يعني واحد مش عارف اسمه ايه واحد ايه، بس انا اللي لفت انتباهي الدرجه الرابعه ده اللي بيتقال عليه في كار البلطجيه البوب. فدي كانت صدمه بالنسبه لي يعني. فهي مش البوب اصلا، هي طول الناس بتقول لي بوب، لكن هي لقيت الناس بتقول لي البوب يعني. فما انما هي انا طلعت مدرب لسه لي درجه في البلطجه يعني. ممكن هنسأل بقى كم سؤال كده، نصايح عايزين نوجهها للشباب. نصايح عايزين نوجهها. نصايح. فعايزة أسألك الشباب اللي لسه حديثي التخرج تنصحهم بإيه؟ ايه رأيك في فكرة الكارير شيفت نفسها لو حد حابب ان هو يغير الكارير بتاعه؟ في مفهوم لازم يتغير ولازم الناس تفهمه. في فرق بين الكارير شيفت واللاترال كارير شيفت. كارير شيفت يعني انا دكتور اسنان اشتغل افتح مطعم، اعمل اي حاجه بعيد خالص عن طب الاسنان، فده اسمه كارير شيفت، ان الواحد بيغير الكارير بتاعه بالكامل. انما اللاترال كارير باث هو ان انا اغير من طبيب اسنان ممارس الى اي حاجه تانية في مجال طب الاسنان لان انا افهم فيه. يعني اداره عيادات، اشتغل في الديجيتال كاد كام واللاب، اشتغل في الديجيتال فوتوغرافي، حتى في وات ايفر الديجيتال لاب، ديجيتال فوتوغرافي، الديجيتال اكس رايز، بيع الماتيريالز، الحاجات دي كلها ده ستيل في السكوب بتاع طب الاسنان، لانه هو بيفهم. لكن ده بنسميه بارادنتال. اوكي، لكن انه الكارير شيفت انه يسيب المجال خالص، يدخل في حاجه تانية ملهاش اي علاقه بطب الاسنان. يعني ان شاء الله يشتغل محامي ماليش دعوه، يعني المهم ان هو هيعمل اي حاجه بره المجال نهائي، فده اللي اسمه كارير شيفت. فدي حاجه تانية، دي حاجه منفصله. اللي انا انصح بيه ان هو لو هيتعمل يتعمل فهو في اللاترال كارير شيفت في نفس السكوب ده، لكن ما يبقاش توتال الا اذا هو عنده تالنت ولقى فرصه في حاجه تانية خالص مختلفه. فلان في ناس كتير بتقول لي انت عملت كارير شيفت، انا ما عملتش كارير شيفت، بالعكس انا لسه في كارير طب الاسنان، اسيب العياده اروح للاشعه، اسيب ده اعمل ده، يعني ستيل في المجال بلعب فيه لكن ما طلعتش منه خالص. فهي دي النقطه، ان هو ما يبقاش توتال شيفت الا اذا كان مش لاقي خالص نفسه وعنده فرصه تانية كويسه، وفي ناس بتلاقي فرص كويسه. تمام. طب لو رجع بيك الزمن
ايه الحاجات اللي في الكارير باث بتاعك ممكن تغيرها او تفكر ان انت تعمل حاجه مختلفه؟ والله كل حاجه بفكر فيها بلاقي ان يعني ربنا اختار لي الافضل. ما لقيتش حاجه ان كان ممكن تتغير. ممكن في تصرفات، في احداث فرديه كان ممكن تتغير تبقى احسن، لكن ما لقيتش حاجه في الكارير نفسه. كل حاجه فادتني فيها، حتى التجارب السيئه في حياتي في الشغل فادتني في حاجات تانية، يعني عوضت بحاجات تانية او اتعلمت منها حاجه او قسيت فيها شوية عشان حاجة تانية. واحد يحمد ربنا انه خلص منها، يعني ما فيش حاجة ندمان عليها كخطوة شغل يعني خدتها، فدي الحمد لله. احنا عندنا مشكلة في زيادة أعداد الخريجين دكاترة وكده، فتنصح الدكاترة بيه على أساس يبقى عندهم كومباتيتيف ايدج في وسط التضخم الكبير جدا في السوق؟ ما هو طبعا موضوع الاعداد، يعني حاولنا مع الوزاره فيه اكتر من مره وعملنا لهم الدراسه بتاعتها وقلنا الاعداد ايه والنصايح او الطلبات بتاعتنا ايه، يعني من ضمنها انه ناخد 1400 فقط في السنه في كل الكليات، رغم بغض النظر عن عدد الكليات يبقى زي امريكا الكليه فيها 50 وتتفتح كليات تانية اضافيه فيها حاجه. يعني انا في كندا شفت مثلا في احدى كليات الهندسه في كليه اسمها كليه الميه، دراسات الميه فقط، دي حاجه احنا محتاجينها هنا. فقلت حاجات زي كده تتفتح، حاجات مختلفه، افكار جديده، مش لازم يبقى هي بهذا الشكل. انه يتلغى التكليف للطلبه اللي هيدخلوا الكليه عشان من الاول عارفين انهم داخلين مفيش تكليف. طبعا اتخذ الجزء ده، يعني كان عايز يطبق فورا، الوزاره كانت عايزه تطبق فورا وبالعافيه مديناها سنتين عشان ما يبقاش الناس متشجعنا هتدخل وتشتغل على طول. بس انا كان نفسي انه يتعمل من للي هيدخلوا الكليه، لان اللي مش هياخد تكليف هو اصلا في الكليه دول عدد كبير، ودول هيعملوا مشكله انه هيهاجموا على السوق. يعني احنا اكتر من نص الدفعه بنات، فبالتالي بيكتفوا بالتكليف ويقعدوا في البيت معظمهم، انما كده كله عايز ينزل بقى يشتغل، فكده هيزود لي المشكله كنقابه انه هو اعدادي كلها موجوده في السوق. فكل واحد لازم يبقى ليه كومبيتيتيف ايدج. عشان يبقى ليه كومبيتيتيف ايدج كويس، اولا لازم كونتينيوس اديوكيشن، دي اول حاجه، انه لازم يطور نفسه كطبيب. لكن الجناح الثاني زي ما نقول كل حاجه ليها جناحين، الجناح الثاني السوفت سكيلز، لازم يطور نفسه كوجه مقبول. احنا دايما بالسؤال مين بيشتغل اكتر، الاشهر ولا الاشطر؟ تمام، فالاشطر فيه الاستمراريه، لكن الاشهر هو بيروح في الاول. فازاي واحد يبقى ليه قبول عند الناس، ان الناس ازاي تحبه، ازاي يعمل كوميونيكيشن كويس مع الناس، فلازم يطور السوفت سكيلز بتاعته كلها علشان يقدر يبقى ليه قبول مع الناس ويعرف يتكلم مع الناس، يعرف يعمل برزنتيشن. البرزنتيشن سكيلز مهمه جدا، لانك يوميا بنعمل برزنتيشن للبيشنت عشان يعمل كيس اكسبتنس. فمهم جدا كل السوفت سكيلز دي تتطور عند الشباب اللي طالع، وهو فرصه عنده في البدايه بالذات انه هو لسه عنده وقت وعنده القدره الاستيعابيه ان هو يدرس حاجات زي كده. ومعظمها كل السوفت سكيلز او معظم السوفت سكيلز مجانيه موجوده اونلاين، يعرف يخش يقراها ويذاكر فيها، يعني مش محتاجه، مش لازم يحضر لها كورسات. الديجيتال دانتستري هي المستقبل، فدي لازم يطور من قدراته بتاعت الاستخدام الكمبيوتر. ما هو الكمبيوتر ارجع اقول للمره الالف ما هواش انترنت، هو حاجات تانية كتير، اكسل وورد وباوربوينت او كينوت، وكل الحاجات دي المفروض يطور نفسه فيها عشان الديجيتال هو اللي جاي في الدانتستري، فلازم يبقى مطور نفسه، والا هيبقى حكيم سنان من بتوع زمان. فدي حاجه مهمه. اللي عايز يفتح عياده ما يروحش يفتح عياده حتى لو معاه فلوس، ما ينفعش. روح اشتغل في مكان مشابه للي عايز تفتح فيه تاني، مش عشان تتعلم طب اسنان، عشان تتعلم ازاي تتعامل مع الناس. لو تقدر، ويمكن المستوى اللي انت رايح تفتح في العياده ده عالي او واطي او وسط او غيره، المستوى ده ما ينفعش انت تتعامل مع الناس فيه بتاعتها، مش بتوعك، مش انت اللي هتعرف تتعامل معاهم. النقابه تقريبا النقابه بتنظم مؤتمر الإدزك كل سنه. الإدزك طبعا الإدزك كل سنه، وطبعا بتارجت بيها عدد كبير جدا من اطباء الاسنان سواء جوه مصر او بره مصر. فايه التحديات اللي بتواجه النقابه في بصي، هو بيجي لنا يعني حسب عدادات الفندق، مش احنا، يعني كاميرات الفندق بتحسب اعداد مع عدد الدخول. يعني في اليوم المتوسط من حسب السنه يعني بس بيوصل ل 7000 في اليوم اللي حاضرين في كان اكبر تحدي عندي اللي هو المشاكل اللي حصلت في 2015، الهجوم الرهيب جدا من الناس في البدايه والدخول في الريجستريشن وده اللي لما جينا نعمل في 2016 كنت انا دخلت معاهم، ما كنتش موجود في 15.
كان ده اكبر تحدي. والفندق قال لو حصل زي اللي حصل السنه اللي فاتت احنا هنقفل المؤتمر وهنستدعي الامن وبتاع. كان اكبر تحدي عندي هو الكراود مانجمنت، ازاي اقدر اتحكم في العدد ده كله وما يبقاش ضغط في منطقه واحده. فازاي نعمل اماكن توزيع مختلفه، ريجستريشن مختلفه، وكل واحد ازاي الريجستريشن سيستم ازاي، وده مكلف جدا ان احنا نعمله بهذا الشكل ويتسجل الداخل واللي طالع في المحاضرات عشان كريدت اورز. فده كان اكبر تحدي في البدايه. كانت صعبه جدا في الاول في 16 و17، بس حطيت سيستم، يعني اتعمل سيستم واتعمل تشيك ليست وفلو تشارت والشغل يمشي ازاي، والناس اللي معايا يعني اتدربوا كويس. بعد كده بدات اشيل ايدي، يعني هم الصف الثاني اللي شغال قدر يقوم بالمسؤوليه، انا بقيت اقف من بعيد يعني هم شغالين. بس اللي عجبني ان الصف الثاني لقيته عمل صف ثالث، فجيل بيسلم جيل. فبدأ الموضوع يمشي بالنسبة لنا في المؤتمر، بقى الموضوع سموث جدا في البروسيديرز نفسها، او الاس او بي بتاعه، الستاندرد اوبريشنج بروسيديرز بتاعتها بقت بسيطه وسلسه ومعروف كل واحد يعني هيتعمل ايه. حتى لو واحد مشي جه واحد تاني مكانه خلاص هي كان فيت بسرعه يعني، ونقدر الموضوع يمشي. بيبقى التحدي الاكبر بعد كده اللي هو ازاي نعمل البرنامج علمي كويس. كان الاول يقول لك ان البرنامج النقابه بتجيب عدد كبيره بس البرنامج مش قد كده. في اخر سنتين ثلاثه بدأوا يتكلموا ان البرنامج علمي قوي جدا وبدأ يعجب الناس، والتنوع بتاعه بدأ يستقطب ناس من بره مصر كتير. لما عملنا الإدزك أورثو دي كانت فكرة رائعة جدا، كانت تسبق المؤتمر ب3 أيام، وجالنا ناس فيه رغم كانت في فترة لسه كورونا وكده، جالنا ناس من يمكن 40 دولة، عدد كبير جدا من الناس حضرت فعلا أجانب وبتاع، وكان فعلا تجربة ناجحة. ودي اللي أتمنى إن شاء الله إحنا نكررها، يعني إن شاء الله النقابة تكررها السنة الجاية سواء أنا موجود أو لا يعني. لكن تعمل حتى اللي بنفكر فيه اللي هو الإدزك ليزر، على أساس إنه يبقى 3 أيام كل يوم في تطبيق معين من تطبيقات الليزر. يعني ما يبقاش كنا بنفكر نعمل إمبلانت بس إدزك إمبلانت بس، يعني الظروف ما سمحتش ان احنا نعمله السنه اللي فاتت. لكن اتمنى ان احنا نعمل الإدزك ليزر يوم قبل الإدزك على طول، كل يوم متخصص في حاجه، المره اللي بعدها إدزك ديجيتال وهكذا. يعني ده ان شاء الله من الحاجات اللي احنا عايزين نكمل فيها باذن الله. دكاتره كتير بعد ما بتتخرج بتبقى مركزه قوي ان انا عايزه اطور الجزء الهارد سكيلز بتاعتي واخد كورسات فيها، اكتسب مهارات جديده، بس ما بتركزش في ان انا عايز اتعلم اداره. وطب الاسنان يعتبر بزنس، فده بيأثر بعد هم للاسف مش فاهمين اهميتها لان هم ما درسوهاش في الكليه. فدي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه يعني هم متخيلين ان هو هياخد كورس مثلا اندو زراعه وتفر الحاجه اللي هياخدها. طيب السؤال، الفلوس اللي صرفها والوقت اللي صرفه على الكورس ده هيرجعها ازاي؟ ما هي دي اللي بتجيب له بعد كده. يعني انت خدت كورس عشان تعرف تشتغل، طب انت هيجي لك شغل منين اصلا؟ مش لازم يجي لك زباين، ولازم تقنع الزباين بهذا الشغل. وليه يجوا لك انت ما يروحش لحد تاني؟ يعني لازم كل واحد يسال نفسه سؤال، ليه الزبون يجي لي ما يروحش لحد تاني؟ لو ملاش سبب يبقى ملاش لازمه. فهو مش مقدر اهميه، يعني هو اويرنس. المشكله كلها اويرنس، ان هو مش اوير ان حاجه زي كده هي اللي ممكن تفيده وهي دي اللي تجيب له الفلوس وتجيب له شغل يعني. فده بس lack of awareness مش اكتر. مبسوطه جدا طبعا ان احنا عملنا الحلقه دي معاك. وحضرتك طلعت في بودكاست قبل كده؟ انا اول مره في حياتي اطلع في بودكاست. دي حاجه مميزه جدا ان انت تبقى حضرتك معانا اول مره. انا مبسوطه جدا طبعا ان انا قدرت ان انا احظى بالكونفرزيشن الحلوه دي معاك.